رضا اكسري البت درع يا رضا يطلع لها 24. انا ببقى عايزه امسك خالتي ده 44 والله العظيم اكسري يا رضا اديها يا رضا اديها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي صلى الله على النبي. فيديو جديد ويا رب يعجبكم يا رب ان شاء الله. قبل ما نبدا ندعي لاهالينا في فلسطين يا رب يقويهم وينصرهم امين يا رب العالمين، ويشفي يا رب المصابين ويرحم الشهداء بحق جاه النبي امين يا رب العالمين. كل الدول العربيه بالمثل. بصوا يا حبايب قلبي بقى، احنا النهارده فطارنا هيبقى كشري لان احنا من بدري في الشارع ولسه جايين. ايوه كده ايوه كده. هو في ايه؟ بترجع تاني قربيها شويه في ريال. بنظبط الصوره تروح راجعه. اسحبيها بقى على جوه بس. في حاجه بالظبط عاوزه تصير. بس خلاص بقى متحمده لما تلعبش في السباحه بقى. ما ترجع بس تاني. خلاص مش كده. ماشي. بصوا يا حبايب قلبي، احنا كنا بره فقلنا واحنا جايين بقى احنا نجيب كشري، مش عايزين ولا فول ولا طعمية ولا اي فطار من ده، خلاص نفطر كشري. مغيرنا جبنا كشري. بتاعي هشوفهولك. لا عليك كيس اللي عند ياسين. ده بتاع استنى ما تيجي معلقه حديد وانا اعمل. خد لم الغسول ده عشان لو بقى منهم حاجه في الاكل. ده رجلي. عامل بتاع سلمى الاول عشان سلمى ما بتسكتش. طالما الكشري اتحط يبقى خلاص. ده وانا اللي سكر. بس ما تقطع الكيس يا سيدي، انت تعمل بالكيس ايه؟ عايزه اقلب على الله بالكم حاطين لنا شطه ودقه حلوه. بالراحه يا سمير بالراحه عشان مش هينفع. معلش انا عندي كسندق، كيس شطه، هتقلب لك يا ماما وصلصه. هذه شطه ودقه لسمير واحطهم. يا نهار ابيض على الحاجات اللي بالكيس بتاعي. يا ابني ايه قلبوا مع كيس الدق والشطه؟ ايه ده؟ خد. حطيت لك انا دقه يا ستي. لا بس على الاقل الشطه. يا نهار ابيض زيت. هحط عادي. لا باخده اوه ماما انا لو هو على وش الزيت ده السبايك بتاعي. جهز نفسك بس خلي بالك تدق. لموا بقى الكاس اللي خلصت هنا. فضيها هنا. بس لميهم يا سلمى في الشنطه. خش السخن وجميل. ما لم ده كله في يلا الشطه. نلم الزباله بقى. لا خلينا ونلم احنا في الزباله. ماشي يا ولاد الزباله هنحطها. دي عندك فيها. انا هعمل لك ياسين بدل ما تدهول الدنيا. في علبه من الصلصه دي بتاعتي انا لسه ما حطيتش. انا بعمل بس كده عشان يا لهوي. يا ياسين. اقول انا هات له انا والله العظيم كان يدلوش على الطبليه. خدي ده اللي زياده. لا الكيس ده اللي فيه البسكوت. انت عملت قبل كده الدق. تعمل ايه عشان تفضيها على الفرن؟ ايه ده؟ كان في كيس بتاعي. كيس ايه؟ اهو. هات معلقه. خد معلقه هي عادي. معلقه ايه؟ خد المعلقه. لا ماما لازم عندنا. يلا. انا عايزه المنديل. هتقلب لك ياسين. انا عايزه المنديل. سمير اهو. حط لك لا شطه. دقه او صلصه زيت. في زيت. تعمل زيت ايه؟ الزيت هتحرق قلبك على الفاضي. صح. طب ما تكتريش بقى في الدقه عشان راح التمرين. اهي حط هو لك. ده المفروض يفصل شحن ولا هو بيعمل كده تشتري لوحده؟ من ده عشان التمرين، عندي تمرين. ياسين. دي شطه يا ابني، دي شطه زيت. احط لك زيت لا، عشان مش تروح زيت، التمرين. زيت دي اهي. مش زيت يا امي، ده على الوش زيت ومن جوه بابا برضو عمل كده بيحسبها زيت راح لا يا عم ده حاميه قوي عشان يعرف يتمرن. انا كمان ماما معاك ده. طب ما انت يا ياسين سمير اصلا غلط برضه تاكل شطه كتير. هي حاجه هو بتحطها. الكهرباء بتعلي قصدي الشطه بتعلي الكهرباء. ليه؟ حطيت اللي بتاع الكهرباء. هي الشطه اي عموما حاجه حاميه حرقه واي حاجه واي مجهود. لا على اي فكرة. سخونيه حراره بتعلي لا مش سخونية. الشاي، القهوة، الشوكولاتة، الماسك الموبايل كتير، اقسم بالله عملتهم التلفزيون، كلهم. في حاجه فيها منبهات الشيبسي. عارف ازاي؟ امبارح. عشان في مواد حافظه. الواحد يخلص علبته.
سيف بقى ايه؟ مش عاوز ياكل دلوقتي. علبته كده كده متشال. سيف مقموص. اقعدي يا سلمى هجيب لك يا حبيبتي، اقعدي يا بابا. خانق هو وسلمى ومقموص. وانا عندي قاعده والله، اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه. القاعدة دي موجودة من 1901. كل على ضرسك تنفع نفسك. من 1901 كنت عارفها من 1901. استني طب هتحطيها فين؟ هتحطيها في البتاع؟ تحيل بقى وتقعدوا. لا احنا زمان والله العظيم الاكل يتحط وكنا بنبقى معضودين ومقروسين. امي كانت بتبقى مطلعه لحمها كده ببقها من العض يا اما من القرص، وكنا متبهدل والاكل يتحط. الاكل ملوش دعوه والله العظيم. كنا بنقعد زي الجزم ونقعد ناكل عشان عارفين لو مش هناكل دلوقتي خلاص مفيش اكل تاني. ولا امي تقولي تعالي كلي، لا هو الاكل يتحط. انا بقى جيت ما جيتش استحمل بقى، استحمل اللي انا عملته في نفسي، اللي انا ما رحتش اكل استحمله، لان مش هيبقى فيه اكل تاني خلاص. بتبقى دي معروفه، الاكل اتحط اتاكل مفيش اكل تاني، ولو فيه ما تاكليش خلاص. فاحنا عارفين حاجه زي كده. اول ما الاكل يتحط ولو احنا متدغدغين والله العظيم كنا نروح قاعدين ناكل. يعني انت ما كانش عندكم دليفري؟ على حد سمع صدار دليفري فيه؟ لا ما عندناش دريفلات والله، ولا كان عندنا الدلع اللي انتوا فيه. ماشي انتوا جايكوا غير جيلنا. جيل منايب ب 60 نيله الحمد لله طلع انا والله. جيل منايب ب 60 نيله كان احسن جيل واكتر جيل محترم الجيل بتاعنا. انا مش بتاع التليفونات. الجيل اللي قبلنا بيقول كده، كل جيل بيقول الجيل اللي بعده أزمة. والله يا الجيل اللي هو ما فيهوش موبايلات ولا شاشات ولا تلفزيونات ولا الكلام ده كان احلى جيل. طب ما انا برضه هنعمل ازاي؟ الجيل بتاع 2024 كان احسن جيل. كل بقى ما نكبر نقول ده الجيل ده احسن، نفضل نقول كده. امي بصي حاطين لي كيس في قلب الكشري. هاتي الكيس. انا بديت اقرف من الكشري. ليه؟ يا رب تقرفي منه يا رب عشان ده بطل تجيبه. طب نبقى مش عاملين لاقيين نفطر مكرونه. يا جماعه، مش عارفين نفطر ايه عاوزه طيب. تاكل كشري. مش عارفين نفطر ايه طيب، هنعمل ايه؟ زهقنا من الفطار وزهقنا من الاكل كله. معدتنا وجعتنا من الفول وجعتنا من وجع القلب. المفروض الناس تعمل جدول كده، والواحد بقى يحس ان احنا في الصومال ولا ايه؟ واحد يعمل جدول بالشهر، الاكل في الشهر، اكله هي مره كل شهر. بقول لك حاجه حلوه. من ايام ابويا وامي كنت بسمعهم، تاكل من النهارده، كانت امي تقول لي تاكل من النهارده يا سمير. يقول لها لسه اي موجودة حاجه. الكلمه دي. ودلوقتي برضه وفراخ بقى ما شاء الله. ممكن تقعد تتكلم ساعه وفي الاخر تقول لي بجيب كذا 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 كذا، وتقعد تحكي في الاكله، وبعديها اول ما تخلص الحكاوي على الاكله طب ناكل بقى إيه النهارده؟ يا بنتي ما انت بقالك ساعه بتحكي، لا طب ما ايه رايك نجيب كذا، تقعد تحكي تاني. الاكل ده حيره. لما تعملي جدول يوم السبت كذا، يوم الاحد كذا، يوم زمان؟ الاثنين كذا. زمان كنا عاملين كده. الخميس كان مكرونه. لا مش اه. قوي كده. والله العظيم زمان كنا كده. كانت امي مسستمه اسبوع. سيستم كده. والله العظيم يوم الخميس ده مكرونه. ما تجيش بقى في نص الاسبوع تعمل مكرونه، لا خلاص هو الخميس مكرونه، معروف الخميس مكرونه. بيض مسلوق مثلا كده، معروف يوم الخميس كده. لكن تيجي في نص الاسبوع تعمل مكرونه، لا. انا ممكن اعملها في اي وقت. الخميس عندنا كان محشي. لا، كل بلد بقى وفي الوهم. احنا الطبيخ كان بيبدأ من السبت. السبت كانت امي بقى تعمل لنا ايه؟ فراخ ملوخيه ولسان عصفور. فراخ المخليه اللي انتوا عارفينها. تعمل لنا فراخ ملوخيه ولسان عصفور. في نص الاسبوع تعمل سمك، بس السمك ما كانش على طول، فاهمني؟
تعمل في نص الاسبوع كان يبقى مثلا يوم بصاره كده، فول بقوطه، فول بقوطه اللي هو الفول مطشوشه بقوطه ده. بتعمل محبوس. واحد ليمون في الاكل طعم. ما انت لازم تمشي وراه. لا اقسم بالله طعم كمان طعم. تحط ليمون. ايه يعني ليمون؟ ما انتوا بتوع الكشري بتأثر عليه ليمون. اهو حطه. نسيتوني كنت بقول ايه؟ كان الفيديو ده هيتقطع منه كتير كده. لا كنت بتقولي سمك في نص الاسبوع. بصارة فول مطشوش ده الاسبوع ماشي على كده، بس اليوم اللي لازم اساسي فيه مكرونه يوم الخميس، واليوم الاساسي فيه طبيخ يوم السبت. كده كنا ماشيينها كده. بتاع هيتكسر. سيب الحاجة الساعة، مفيش حاجة ساعة غير بعد الأكل. هتاكل. مش هتشرب حاجة ساعة غير بعد الأكل. ومش قادر. اقعدي مكانك تعالي. هالبطنة بتاعتي. انت ما جبتش حاجه، كنت بجيب له العلبه الكبيره، جبت له العلبه الصغيره برضه مش مكملها. ايه يا ستي في ايه؟ مش قادر. لا ده تاني. هم يعملوا حسابين. لا ده بتاعنا. ده خلاص. انت كنت بتكملها يا سمير، ايه اللي جرالك؟ لا بطني بتوجعني ليه؟ كنا احنا لسه بنروح التمرين. اوصل بس. ضاربين كشري في التمرين؟ جاريه يا بوه، جاريه يا بوه. احنا اصلا بنتمرن ما بنجريش كتير. اه والله ده انا قبل كده كنت رايح انا مش عارفه التمرين. اجري. اسالي ازاي انا كنت بجري ازاي. انا كنت بجري بس كده بتعملي إيه؟ الستارز الجديد ماسكه في الكعب. بتاع فصل مش عارفه لحد فين. انا ركز معاها. لما حد بتقرص كنا بنتكلم على اللبالين. كان بيقول لي انت امي كانت بتضربك يعني ازاي وانت صغيره؟ كنت بقول له بتمسكني من ضوافرها كده اهو، من وركي من تحت وتروح ماسكه وتروح لفه كده اهو الجلده، تشلي الزرقان والبتاع تورق. اقسم بالله كانت بتشرب دم. وكانت خالتي الله يرحمها كانت قاعده معايا، كانت بتقعد معانا. ايوه يا رضا اكسر البت درع يا رضا يطلع لها 24. انا ببقى عايزه امسك خالتي دي 44 والله العظيم. يا رضا اديها يا رضا اديها. وامي بقى ما بتصدق تسخن بقى تروح زنقاني في الزنقور الحيطه. والله العظيم تزقني في الزنقور وتقعد تضرب فيا بقى، وماشيه ورا كلام خالتي قاعده على السرير ومزنقاني في الزنقور تاني، وعماله تضرب وتقرص طب هي وتتكلم. ضربتك ليه؟ ثانيه واحده اسمعيني بقى. والله العظيم ببقى يعني ما ببقاش عملت حاجه اللي انا استاهل عليها كده. مثلا قالت لي مثلا ايه اعملي دوت، اقول لها ماشي حاضر هعمله. اعملي ده، طب ماشي هقوم اعمله اهو. اعملي ده، اقوم اعمله اهو. خلاص بقى زهقت تروح قايمه بقى عليا كده، فاهمني؟ اسمعيني بقى. انت بقى كان زمان لبالين مش موجودة. لبالين لا ثانيه واحده بقى. زمان مش موجوده صحيح. سمير ماما بقى والله. بتجري بالسلكه. عارفين يعني ايه سلكه؟ السلكه دي تقعد معلمه على جسمنا، ممكن في اوقات تجيب دم، تقعد علينا تجيب دم؟ بالاسبوع. تجيب دم؟ ايوه يا ماما. لا، تجيب دم ايه يا عم؟ طبعا حمران. يا عم ارحموا نفسكم، ده هو حد بيطلع زيكم. اقسم بالله ما ماشي في الشارع والله بنور أحمر. العظيم تالت بنور اقسم أحمر. بالله العلي العظيم ما في حد متدلع زيهم ولا في حد بيجيلهم اللي هم عايزينه زيهم. على حاجه والله. حته بيجي انا اقول لكم على حاجه. انا ما بضربش غير لما بغلب خالص واجيب اخري. مفيش سامعان للكلام. بس بغلب ماما خالص. ساعتها بتبقى زنسينة. ايوه انا بتحول بقى خلاص، انا جبت اخري خلاص. زنسين. يعني من اول مره لا، من تاني مره ومن تالت مره ومن رابع مره، ممكن خامس سادس مره خلاص جبت اخري. ومش في نفس اليوم يعني، ممكن على مدار الايام وافضل اتكلم ومفيش فايده مفيش سمعان كلام. خلاص جبت اخري خلاص بقى، مفيش حد يقف قدامي والله العظيم. مش بالذات نفسه ما بيقفش قدامي. على وشه. احنا اصلا يعني احنا متربيين تربيه الحمد لله، ولا في واحده طلعت فينا الحمد لله كده، ولا اخويا بيقف على نصاوي ولا يشرب ولا يقف يشرب لي حاجه، ولا يقف يروح ولا يقعد على قهوه مع حد، ولا يسرح مع صاحبه، ولا الكلام ده كان عندنا احنا زمان. لا انا اخويا كان بيروح من المدرسه للبيت للشغل للبيت للمدرسه للشغل. يعني احنا كنا اصلا في المدارس وكنا شغالين. يعني اخويا عبد ده كان شغال في ثانوي وكان بيصرف على نفسه،
كان كل واحد في المدرسه بيصرف على مصطفى اخويا كان في ثانوي وبيصرف على نفسه وكان شغال في ورشه. محمود اخويا كان شغال وفي المدرسه وبيصرف على نفسه. كل واحد كان في المدارس بيصرف على نفسه. وانا لما كنت في المدرسه كنت بروح اشتغل وبصرف على نفسي، بس انا ما كملتش. امي انت ما كملتيش. الحمد لله. فانا عايزه عيالي يا اولادي يطلعوا متربيين زي ما احنا اتربينا، مش عايزاهم يبقوا عيل كده ولا كده. الحمد لله احنا زي ما احنا اتربينا هنربي عيالنا. يلا الحمد لله وربنا يخليكم ده هم لينا. متدلعين اكتر اساسا ومش عاجبهم كمان. ده احنا كنا لو انا عايزه عروسه كنت اقعد اتحايل على امي. كان زمان بقى يا اولاد مفيش، هو مش بيلعب ورا ولا بيه؟ مش اللي بيلعب في الغطا. كان زمان مفيش اللي انا مثلا عايزه دوت اجيبه والنبي يا اما ده تجيبهولي، لا تقعد تقول لي انا معيش فلوس اجيب لك منين. طيب فضلت كان نفسي في عروسه البابر اللي هي العروسه اللي اسمها ايه؟ العروسه اللي هي اسمها باربي اللي هي الصغننه دي اللي هي كانت بكام؟ كانت بجنيه ونص. طب لا والله العظيم وهي صغيره وانا صغيره كانت بجنيه ونص العروسه. اقول لها يا اما النبي انا عايزه عروسه من دول. تقول لي معيش فلوس اجيبها لك من ربنا يسهل لما ابقى اروح اجيبها لك، ربنا يسهل لما اروح اجيبها لك. لحد ما عملت ايه؟ جابت حته قماشه وكان عندنا كيس مناديل وجابت حته قماشه راحت عملت لي عروسه بايدين كده وفضلت تعملها زي وش كده بالقلم. والله العظيم عملت لها وش بالقلم. استنى اما اكون بتكلم. عملت لها وش بالقلم وعملت لها ايدين ورجلين وظبطتها والله العظيم. وراحت مديالي فاجئتني بيها. انا بقى كنت طايره بقى بالفرح. شفتوا لدرجه ايه؟ يعني حاجه بسيطه زي كده فرحت العيل وهو صغير زمان فرحته. دولت بقى يجي لهم باتيناج، لا التليفونات معاهم ما شاء الله احدث حاجه، لا يجي لهم مثلا مش عارفه كره ايه ولا يجي لهم كاوتشات كره ايه. ده بيقرفونا بالحاجه اللي بتجيلهم. ومتضايقين كمان. لا بجد بيقرفونا بالحاجه اللي بتجيلهم. ده يقعد يقول لك انت جبت له وما جبتليش، ولو جبت ده مش عايز يلعب. ده سماعات اوربوكس اسمها اوربوكس، سماعات اوربوكس. انا لا اتحط في البوكس والله العظيم ولا بحوق في العيال. حطيها احنا شفتوا كنا بنحل على العروسه بجنيه ونص. هنرجع نقول ايه يا اولاد؟ الحمد لله على اللي احنا كنا فيه والحمد لله اللي احنا فيه دلوقتي. فانا بس عشان كنت بقى الكلام جاب بعض وانا كنت بكلمكم الكلام جاب بعض. يلا سلام. طب ما كملتيش قلنا لا ولا انت قصدك ايه؟ الولاد ايه ده؟ دي كوبايه ميه دي. طب اشطفها. مناجات بترن عليا. يلا يا ولاد حطوا ملاك حلوه الجميله ربنا يخليكم لينا. قبل ما نختم ندعي لاهالينا في فلسطين يا جماعه، ربنا يا رب يقويهم وينصرهم. على اليوتيوب انا قسم بالله ما بيعرف. شوف احمد وفلان على الفيسبوك. احمد وفلان الفيسبوك يوم وفلان. الفيسبوك يوم احمد وفلان وعلى التيك توك احمد وفلان. انا عارفه انتوا ما بتشتركوش هناك ليه؟ ولا بتشتركوا في القناه دي تزودوا لنا عيلتنا يا ولاد. بالله عليكم اللي ما اشتركش يشترك يا ولاد وحطوا لايكات وزودوا عيلتنا. ربنا يخليكم لينا، ما احنا مش منكم يا احلى ناس في الدنيا. يلا سلام. سلام.